ابو يوسف بتعمل ايه؟ ابو يوسف نعم. بتعمل ايه؟ انت جيتي منين؟ عامل ايه؟ مية مية. بتعمل ايه كده؟ مفيش، بتفرج على الجو كان بيشتي دلوقتي، والجو اصلا بارد يعني. والله العظيم والله كان بيشتي شتا جامد انا دلوقتي. برضو حاسه برد قوي كده، الجو برد وسقع. طبعا، تعالى كده بصي. مش عارف هي بتهيألي بطلت. هي بطلت، بس شوف الجو جميل قوي والسما شكلها تحفه. انا بحب الشتا جدا جدا جدا. ربنا يا رب يجعله شتا خير كده. يا رب. طبعا الجو ده بقى، الجو الساقع ده محتاج حاجه سخنه. ايوه طبعا. طبعا. هتعملي لي ايه بقى؟ هعمل لك يا سيدي. بص هقول لك. ايه؟ انا عايز اشرب سحلب. من عين. بس كده. تسلم عيونك. الجو ده عايز كده يا جماعه. خلاص هعمل لك انت سحلب وهعمل انا كوفي ميكس. خلاص، هتعمل لك نسكافيه يعني؟ لا كوفي ميكس. كوفي ميكس، تمام عادي يعني. تمام ماشي. يلا تمام. بينا بقى نعمل. هتعملي دلوقتي؟ بس خلاص اوكي. انت تيجي تقف معايا على فكره. ليه هاجي اقف معاك؟ اعمل ايه بقى؟ كده هعمله اهو. انا مثلا؟ لا سليم. لا روح اعملي انت، يلا. برضو. اه. طيب ماشي. على فكره انا بصور اصلا. ما انا عارف اللي انت بتصور. طب يلا بقى يا جماعه نروح نعمل الحاجه السخنه عشان نيجي نشربها بقى ايه في الجو الجميل ده. يلا بينا. يلا بقى بسرعه، متاخرين. ماشي. طبعا انا دخلت المطبخ اهوت بقى، يلا بينا عشان نعمل الكوفي ميكس ونعمل السحلب لابو يوسف الغالي. عامل له احلى كوبايه سحلب عشان تدفيه كده في الجو البرد ده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. يلا بسم الله. دلوقتي انا معايا اللبن اهو، حليب. تمام، هنولع عليه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهو ولعت النار على اللبن. يلا بينا بقى كمان نولع على المية بتاعة النسكافيه الكوفي ميكس، بما اننا قلنا ان في فرق بين الكوفي ميكس وبين النسكافيه، صح ولا ايه؟ طبعا ولعت اهوت برضو على النار اهي، طبعا باينه كده. عندي هنا النسكافيه وهنا السحلب. هنجيب بقى كوبايتين عشان نحضر السكر. بسم الله. كوبايتين اهمت، كوبايتين شكلهم تحفه اصلا، شوفوا. تمام. يلا بينا بقى. بس المعلقه ديت. طبعا ابو يوسف بيحب سكر زياده. بسم الله. حطله 3 معالق ونص كده. هحط سكر ليه؟ 1.5 معلقة اهو. تمام. نحط بقى نسكافيه. هو دي الجايه اللي بتفتح منها اصلا، هي دي اهوت. ثانية يا جماعة. قولولي بقى مين اللي بيحب السحلب ومين اللي بيحب الكوفي ميكس، مين اللي معايا ومين اللي مع ابو يوسف؟ قولولي بقى. طبعا انا فضيت الكوفي ميكس اهو. هستنى بقى لحد ما اللبن يغلى والمية تغلى. تمام. يلا بقى. طبعا اللبن غلى، هنحط بقى السحلب. هنفضيه في الكوبايه، بس نجيب معلقه تانية عشان ديت فيها نسكافيه. تمام. بسم الله. ويوسف برضو بيحب السحلب تقيل، مبيحبش اللي هو يبقى خفيف كده اهو. الله كده تمام. فضي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا السحلب اهو، شوفوا جميل جميل وريحته جميلة. تمام. خلاص كده السحلب خلص اهو. هنحط بقى دلوقتي الكوفي ميكس. المية بتاعته وليت. بسم الله. يا سلام يا سلام يا سلام. طبعا كده خلاص السحلب خلص والكوفي ميكس خلص. يلا بينا بقى نطلع لابو يوسف بره اهوت.
احلى كوبايه نسكافيه واحلى كوبايه سحلب، وبألف انا وشفا على قلبنا. الله، ايه يا ابو يوسف، تستحلات الجو ولا ايه؟ الجو بينه وبينك جميل أوي، هو برد بس جميل. طب يلا خلصتي؟ بينا بقى عشان نشرب. عملت السحلب طبعا. بجد؟ والله عملت لك احلى كوبايه سحلب. طب انا هدوق دلوقتي وهكرر. طب يلا بينا. ماشي، اذا كانت هي الكوبايه دي حلوه ولا لا. طب يلا بينا. يلا بينا. يلا. طب ما تجيبي هنا. ما تجيبي هنا. لا هنا الجو برد قوي. انت بردانه صح؟ انا عايزه اقعد جوه في الدفء. تمام ماشي يلا بينا. وانا جيت. نورت البيت. احلى كوبايه سحلب ليكي احلى ابو يوسف. ايه. طيب ماشي. تسلم ايدك والله يا ام يوسف، تسلم مش يا عارف اقول لك ايه يعني. تسلم يا حبيبي. هو يا جماعه الجو ده عايز كده، الجو ده عايز الحاجه الدافيه، الحاجه السخنه. امال ايه؟ والله. طب انت متقلها لي بقى زي ما انا بحبها. امال ايه؟ عاملاها لك احلى كوبايه بمزاج كده. طب ادوق يلا. يلا بينا ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. يا سلام. ايه رايك؟ جميله قوي على فكره، بس بصي. احنا بعد كده بقى اما اجي عايز سحلب هنقول لك نصور. ليه؟ لان بسم الله ما شاء الله احسن مره تعملي فيها سحلب المره دي. الف انا مش. بس ده على فكره ده مش بالمكسرات. مش فيها يعني؟ مش فيها مكسرات؟ لا هو سمسم وحاجات، لكن في سحلب تانية يا ام يوسف بقى في جوز اللي هو جوز الهند وفول بقى بقى في بتاع اسمه ايه ده، بندق وفستق وحاجات من دي. يعني انا بحب بقى السحلب ده. لا ما بحبش السحلب اللي هو الساده ده، لكن انا حبيته دلوقتي. لا هو بجد طعمه حلو. انا ما بحبش السحلب يبقى فيه حاجات تسلم ايدك يا ام يوسف، تسلم ايدك والله العظيم، احلى كوبايه سحلب، تسلمي والله. تسلم يا حبيبي. هو الجو ده يا جماعه عايز ايه؟ عايز الدفى كده. لا الجو ده عايز ايه؟ عايز كوبايه تمسك كده. ايوه ايوه بالظبط كده، ما تشربوش كمان. لا بجد الجو فظيع قوي قوي قوي. جو بارد. احنا حبينا بقى نصور لكم بقى الفلوج ده، نشارك معاكم كده ونشارك معاكم بقى كده اليوم الحلو ده. بجد هو يوم بالنسبه لنا يوم جميل قوي. ليه؟ لان احنا بنحب الجو يكون شاتي بقى كده، بنحب الاجواء اللي هي الشتويه دي طبعا. بس يا جماعه انا بحب الجو يشتي، ما بحبش يبقى في لبسه بقى في الشارع، ما بحبش يبقى في ابو يوسف حاجات. الجو يشتي تمام، تشتي تمام، الدنيا كده تمام زي الفل. عايز الجو اللي هو بص يجيب زلط كده بس ما فيش نسمه ميه تقع على الارض، اللي هو ازاي بقى؟ ما فيش نقطه ميه تقع على الارض. ربنا يا رب يعود علينا الايام ديت. وطبعا بقول لكل خدي بالك جدا جدا من اطفالك الايام دي. يوسف يا جماعه ادعوا له بالله عليكم كتير، لان يوسف عنده نزله معويه ودور سخونيه صعب. والله يا جماعه بجد احنا يعني هو مستوي معانا والله، مستوي وكاشفين عليه والله، يعني احنا كاشفين عليه وان شاء الله احنا نكشف بكره. بس برضه يعني السخونيه بتطلع وبتنزل، وربنا يشفيه ويحوش عنه يا رب. دي يا جماعه فيروس ماشي في الجو، فخلي بالك. الحراره بتاعته كانت معديه 40 امبارح، والله معديه 40. عارفين يعني ايه؟ فربنا يسترها، ويا ريت كل ام تاخد بالها، ما تخليش حد يبوس اطفالك، ولا تخلي اللي هو يكون ما بينهم قرب. حاولي على قد ما تقدري، وبالذات لو كان حد تعبان يعني. يعني هو يوسف كان عنده نزله بفيروس، مش نزله بس ولا فيروس بس، لا الاتنين مع بعض، نزله معويه. ايوه مع التسنين بقى وكده، فربنا يشفيه يا رب ويحوش عنه. ادعوا له يا جماعه كتير بالله عليكم في الكومنتات ان ربنا يشفيه يا رب ويحوش عنه يا رب. وخلي بالكم من ولادكم يا جماعه اليومين دول بالذات. يعني تغيير الجو ده صعب جدا جدا، تقل عليهم. يعني الواحد اصلا يعني الصبح الجو بيبقى يعني الظهر كده الجو بيبقى حار، تيجوا بقى المغرب كده وبالليل بقى كده وقرب الفجر تلاقوا الجو بارد. الله، يعني مش عارفين نصيف ولا نشتي ولا الجو بيخرف بقى، الجو بيخرف. احنا في الخريف فالجو تلاقيه بيخرف. ربنا يا رب يسترها بس ويعديها على خير، ويعدينا الايام ده على خير بجد والله. يعني الواحد خايف قوي عليه. ما تشربي يا ام يوسف؟ بشرب والله. ما تشربيش ليه؟ بشرب. لا والله بس السحلب ده جميل جميل بصراحه يا جماعه. انصحكم دلوقتي تقوموا تعملوا كوبايه سحلب. والنسكافيه ده جميل عشان ابو يوسف هو اللي جايبه. ايوه بالظبط كده. والسحلب ده جميل عشان انت اللي عاملاه. انت اللي احلى، انت اللي محل الدنيا اصلا. والله يا جماعه احنا بنتبسط قوي لما بنشارك معاكم حاجات زي دهيت، وبنعيشكم معانا وبنشارككم تفاصيل حياتنا كده. يعني احنا معتبرينكم اخواتنا. وطبعا يعني ام يوسف بتشارك معاكم تجاربها كده وطريقه عمل السحلب والنسكافيه وحاجات بسيطه جدا، يعني حاجات كل الناس يعني اغلبيه الناس بيعرفوا يعملوا الحاجات دي، بس ام يوسف يعني ممكن بتحب تشارك معاكم كده. لا وكمان غير كده، يعني في بنات بتكون لسه مبتدئه ما تعرفش تعمل اي حاجه، ممكن تاخد مني الطريقه عادي.
يعني انا بعملها اللي عارف واللي مش عارف. وبالمره كمان بنطلع نضحك معاكم ونفضفض عن نفسنا ونتكلم معاكم. يعني انتوا عندنا غاليين قوي بجد والله. احنا بنحب نشارك كل حاجة معاكم، وبنحب اللي احنا اي تفاصيل في يومنا بنحب ان احنا نطلع، يعني كل حاجة تكون معاكم. منحبش ان احنا نعمل كده حاجة من ورا الكاميرا، لا. يعني بنحب نفرحكم كده معانا ونعيش كل لحظه كده معانا يعني ربنا يبسطكم ويبسطنا جميعا يا رب. لا، ايه رأيك في السحلة؟ لا جميل والله العظيم، سحلب حلو قوي. بس برضه التاني احسن، انه اللي هو هو بالمكسرات. لا ده اللي انا بقولك بحبه. على الطريقة، يعني طريقة عمله. لا هو طعمه جميل بصراحه، بس التاني بقى انت فاهمه بقى اللي انا بحب التاني. هنبقى نجيبه بقى. هبقى اجيبه في مرة، هنبقى نجيب انا ويوسف واعمله برضو قدامكم، وهشوف بقى رد ابو يوسف على ايه. ايه رأيك؟ مين يا جماعه اللي بيحب السحلب ومين اللي بيحب النسكافيه؟ اكتبوا لنا بقى في الكومنتات. اللي بيحب السحلب يقول ابو يوسف، اللي بيحب النسكافيه يقول ام يوسف. انا طبعا سألتهم السؤال ونعد ده. بقى الكومنتات يا ام يوسف، نشوف مين الأغلبية، نشوف بقى ايه مين اللي هيكسب. مين اللي هيكسب بقى، فريق ابو يوسف ولا فريق ام يوسف؟ فريق يوسف ايه طبعا. رايكم بقى يا جماعه في بنات حبايب قلبي، ايه رايكم في التحدي ده؟ اخواتي اللي بيحبوني طبعا هيختاروني. لا الموضوع ده اسمعيني بس، الموضوع دوت ملوش علاقه بالحب يا ام يوسف. لا يعني مش عشان هما بيحبوك يختاروا النسكافيه، لا. لا، ما اللي بيحبني يحب الحاجه انا بحبها. لا برضه. ليه كده؟ يعني كل واحد يا جماعه يقول هو بيحب ايه بجد، بيحب ايه بجد، مش عشان ام يوسف تقول احنا بنحب النسكافيه وعشان ابو يوسف تقول احنا بنحب السحلب، لا. انتوا بتحبوا ايه بجد؟ اكتر مشروب بتحبوه السحلب ولا النسكافيه؟ السحلب ولا النسكافيه؟ انا بحب السحلب بس ماليش تقول عليه قوي طبعا، عشان كان في هنا نسكافيه فقلت اعمل بقى بس. طب عشان ما نطولش على الناس بقى، عشان ما نطولش على الناس. كنا مبسوطين يا جماعه معاكم والله في الفلوج الجميل ده، وهنشارككم حاجات من ديت كتير الايام الجايه. وبجد يعني الجو ده جو جميل جدا، هو برد بس جميل، جو حلو هو كده. برد بس في نسبة حلاوة كده. ايوه بالظبط كده. بالظبط كده. هو الجو برد بس انت حابب ان انت تقف في البرد ده. هو برد مش برد الاوفر يعني حلو. تمام، بس انا بردان قوي برضه. فعندنا جوه يجي الحبين ولا 3، وعندنا يجي 50 بطانية. طيب 50 بطانية. هو الجو ده محتاج كده والله. يلا يا جماعة بقى روحوا اعملوا كوباية نسكافيه وكوباية سحلب وعيشوا حياتكم يعني. وفي مرة يا يوسف بقى عايزين نعمل بقى فشار. تمام، ونقوم عاملين برضه نسكافيه او كوفي ميكس او ايوه بالظبط كده، ونقوم قاعدين بقى ام يوسف بقى احلى قعده بقى واحلى جو. بس لما الجو يتقل قوي بقى، يبقى في شتاء مثلا في طوبه في شهر. اتحداك ان كتير قوي من الناس هيسمعوا الفيديو ده هيقوموا يعملوا حاجه سخنه. اكيد طبعا والله. نص اللي هيسمعنا هيقوم يعمل حاجه سخنه، ورهان اللي يعمل حاجه سخنه. انا برضو انا متاكد من الكلام ده برضو. الجو ده برضو يا يوسف ويعملوا حاجه من الاثنين دي، يا اما سحلب يا اما كوفي ميكس. هيعملوا الاثنين. الجو برضو ده يا يوسف كان عايز برضو ايه، حاجه من دي. لا كان عايز كمان حاجه كمان. كان عايز بقى عدس. لا الجو ده كان عايز عدس برضه. لا انا زهقت من عدس. طب يا جماعه كنا مبسوطين معاكم قوي وفرحانين، ويا رب تكونوا انتوا اتبسطتوا كمان وفرحتوا معانا يا رب. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتعملوا اعجاب للفيديو، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ونقول لهم بقى ايه، يلا سلام.